السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة الربح مع محمد نور. ولو دي أول زيارة ليك يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليأتيك كل جديد، وما تنساش تدعمنا باللايك وتسيب لنا تعليق أسفل القناة، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. دلوقتي هنخش نشرح ازاي نجيب الفلوس اللي احنا عملنا لها تخزين في الايدروب ده. الايدروب ده كنت انا شرحته على القناة وعملت ازاي المهمتين اللي انت بتعملهم، مهمة التخزين ومهمة التداول. طبعا بعد ما الايدروب انتهى هنخش اللي احنا نعمل عملية استيراد للفلوس اللي احنا حطيناها في التخزين. اي مبلغ اللي انت حطيته هتقدر دلوقتي تعمل له استيراد، واللي انت تقدر ترجعه للمحفظة تاني. بس هنا بيقول لك مش هينفع ترجعه الا بعد 7 ايام. يعني انت بتعمل طلب استيراد للمحفظه وبعدين بيعمل لك عمليه استيراد تلقائيا للمحفظه بتاعه. والايدروب هو حاليا منتهي، وهيوزعوا علينا باذن الله لما ينزلوا العمله بتاعتهم، هيدونا الارباح بتاعتنا وهيعرفونا احنا كسبنا قد ايه. هنيجي نقوم داخلين على محفظه الويب 3 بتاعت باينانس، نيجي هنا فوق هنا عشان نجيب الايدروب بكل سهوله، عشان ما ندخش في اللي احنا نخش على الموقع نفسه. هنقوم جايين هنا كده، هتلاقي الايدروب هو دوت. تمام. ولو ما لقيتش الايدروب هتكتب نفس الكلام ده كده، هتكتبه فوق هنا وهو هيجي معاك. يعني لو كتبنا كل الحروف ديت باذن الله هيجي معانا الايدروب. هو جابه لنا فوق هنا. تمام. هو ده الايدروب اللي احنا عملنا عليه عمليه تخزين وشرحناه قبل كده. هنقوم ضاغطين عليه عشان يدخلنا على الموقع نفسه. وبعد ما نسيبه يحمل وهنعمل عمليه كونكت للمحفظه كده، هو عمل عمليه كونكت، وهنتاكد ان احنا برضو على شبكه الاو بي ام بي. ونقوم رايحين هنا. تمام. في المكان ده كده، ونقوم مختارين المكان دوت. هنا المكان اللي احنا عملنا فيه عمليه تخزين، وهنا اللي احنا هنقدر نعمل عمليه الاستيراد بتاعتنا. هتنزل تحت شويه هنا، هتلاقي ان المبلغ اللي انت حطيته موجود معاك هنا بالطريقه ديت. وهتلاقيه برضه في اول جزء من هنا، لان انت لو عملت عمليه تخزين USDT هتلاقيه موجود هنا. لو عملته باي عمله من اللي هي العملات التانيه ديت هتلاقيه هنا على حسب ما انت عامل عمليه التخزين. هنا هنيجي هنا على المكان اللي احنا فيه العمله بتاعتنا زي ده. طبعا ده موجود اصفار، يعني معنى ان انا ما عملتش عمليه تخزين على العمله ديت، ولا هنا برضو في صفار ما عملتش عمليه تخزين على العمله دي. هنيجي طالما هي موجوده هنا يبقى هو ده اللي احنا العمله اللي احنا عملنا عليها عمليه تخزين. هنعمل هنا اللي احنا استيراد. تمام. او سحب. هنا بقى بيجيب لك ان انت مثلا تقوم بيجيب لك المبلغ اللي موجود، يعني هو بيجيب لك المبلغ بتاعك كامل. هتقوم عامل برضو هنا، وبعدين هنا هتلاقي المبلغ اللي انت هترجعه تاني للمحفظه بتاعك. طبعا انا عملت عمليه الاستيراد دي قبل كده. تمام. ونسيت ان انا بس اسجل الفيديو، بس هو نفس الطريقه دي. هتقوم عامل ماكس، هتلاقي الرقم اللي انت حاطه هيظهر لك هنا كده في الجزء ده، وتقوم عامل عمليه استيراد. هيقوم طبعا هيجيب لك بالمنظر ده. تمام. بالمنظر دوت تحت كده. بعد ما تعمل الخطوات دي هيجيب لك المبلغ اللي انت عامل بيه، وهنا هيجيب لك المهلة اللي هي فاضل لك عشان الفلوس توصل لمحفظة الويب سيري بتاعك. تمام. فهو كان مديني مهلة هنا 7 ايام، ففاضل منهم يومين وبإذن الله الفلوس توصل. فما تقلقش من كل شيء، هو بيديك مهلة 7 ايام وبعدين يرجع لك الفلوس بتاعك تاني. وبكده يبقى احنا عملنا عملية الاستيراد بتاعتنا. وباذن الله يبقى في فيديو تاني لما يوزعوا علينا العمله بتاعتنا باذن الله اللي احنا كسبناها، وهنشوف هو هيكسبنا قد ايه، وهيشوف الاضرب هو كويس ولا كان شغله زي اللوتو. بس انت كده كده ما بتخسرش حاجه، يعني انت ما بتدفعش فلوس كتير عشان تقول اللي انا مثلا ما كسبت. اي مبلغ هيدولك هتبقى انت اكيد الكسبان. وفي ايدروب تاني جديد هنشرحه بعد كده باذن الله في الفيديو القادم. الايدروب ده جميل جدا، انا اشتغلت عليه قبل كده على الموقع نفسه. يعني الايدروب ده كان عامل ايدروب قبل كده على الموقع الخاص بيه، دلوقتي هو عمل الايدروب على باينانس. يعني معنى كده ان العمله دي باذن الله هتندرج على باينانس، والعمله دي هيكون مستقبلها كويس. وباذن الله في سلسله دروس بالنسبه لباينانس، كل شيء يخص باينانس انا باذن الله هشرحه. كل شيء هنا، ازاي تشترك في المنصه ديت،
وازاي اللي انت تقدر تشتري وتبيع يو اس دي تي او اي عمله انت عايزها، وتسحب على محفظه فودافون كاش او حساب بنكي. كل ده اعرفه لكم، وازاي تخش تتداول على العملات ديت، وبطريقه سلسه جدا، يعني بطريقه زي ما تقول كده بالبلدي. يعني مش هتلاقي مصطلحات كتير زي الناس كتير بيقولوها والواحد ما بيطلعش بنتيجه في الاخر. لا، المصطلحات كلها تبقى بالبلدي، كل حاجه تبقى بسيطه جدا، اي حد يفهم. مش هكلكع لكم الدنيا باذن الله، واخلي لكم الموضوع سهل وبسيط غير الناس التانية، لان انا شفت فيديوهات كتير وانا كنت لسه بتعلم بصراحه، ما استوعبتش منها قوي. بس باذن الله سلسله الدروس دي هتستوعب منها كل شيء بالنسبه ما يخص منصه باينانس، لان منصه باينانس دي اول منصه رقميه اللي انت تقدر تكسب منها بجد، وفيها دعم فني رائع جدا، بيجيب لك حقوقك. لو اي حد فكر اللي هو عايز يضحك عليك في سنت واحد، الدعم الفني بيجيبه لك بص من حباب عينيه بصراحه. ده انا جربته كذا مره، لان طبعا مفيش حاجه بتخلى من النصابين. يعني النصابين دايما بيخشوا في اي حاجه، بس حلاوه منصه باينانس اللي حاطه قوانين صارمه، وقوانين تقدر تجيب لك حقك. وطالما الفلوس ديت بتاعتك عمرها ما هتخرج من منصه باينانس ولا هتروح تجيب اي حد تاني. فيا ريت تشترك عشان المجموعه دي لما تنزل باذن الله تشوف كل حاجه فيها وتتعلم بالظبط، وتعلم اللي انا اتعلمته. اللي اتعلمته حاجات كويسه جدا وحاجات هتفيدك. فيا ريت تشترك وتفعل زر الجرس، وما تنساش تعمل لنا لايك على الفيديو وتسيب لنا تعليق اسفل القناه. وما تنساش تصلي على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.